هعمل معاكم النهارده وصفه ما يختلفش عليها اتنين في جمالها، وما اقولكوش على السهوله والبساطه، قرمشه من بره وطراوه وذوبان من جوه، وبدون ما استخدم اي ادوات هتجهز على ايدي في 10 دقايق، سهله وسريعه. ولو عندكم ضيوف هتقوموا تعملوها على طول. اول حاجه كده هحتاج بايركس او صينيه بتدخل الفرن. الفواكه بقى اللي هستخدمها في الوصفه دي اختياري بالنسبه لكم، فراوله بس، فراوله وبيرز، ممكن قطع خوخ، وممكن اناناس، وممكن تفاح. هيكون عندك فواكه فريش او كيس فواكه مجمد من الفريزر، كله هينفع معانا وكله حلو. الاضافات بقى اللي هحتاجها مع الفواكه دلوقتي، محتاجه سكر بودره، معلقتين كبار مليانين من السكر البودره، ومعلقه كبيره مليانه من نشا الذره. كمان هضيف معلقتين كبار مليانين من السكر الابيض، وهبتدي اقلب كل ده مع بعضه بقى كويس قوي. واخر مكون هضيفه على الفواكه نص ليمونه، هحتاج شويه من القشر بتاعها هبشره كده على الفاكهه، وهحتاج عصير نص ليمونه، يعني هعصرها كويس جدا فوق الفواكه. الشكل العام كده كاننا بنعمل صوص فواكه او مربى بيتي، عشان كده قلت اختيار نوع الفاكهه يرجع ليكم. قلبت كل حاجه مع بعضها، هسيب بقى الفواكه بتاعتي على جنب تتخلص كده من السوائل بتاعتها، وكل حاجة تمتزج مع بعض كويس، على ما نحضر أسهل وأحلى طبقة كيك ممكن تاكلوها. 3 معالق من أي نوع زبدة متوفر عندكم، هاخدهم على النار وسيحهم، يعني تكون الزبدة سايحة على النار، مش سخنة قوي، سايحة بس. 3/4 أو كوب إلا ربع من السكر البودرة. لو مش متاح عندي سكر بودرة يبقى أنا محتاجة نص كوباية من السكر الأبيض الحبيبات. هضيف عليهم الزبدة اللي أنا لسه مسيحاها على النار، لو شايفين إنها بس ساحت، وهقلب السكر كده يمتزج مع الزبدة علشان يدوب. هكون محضرة كوباية من الحليب بدرجة حرارة الغرفة، هنزل بشوية من الحليب كده أفك بيهم الزبدة والسكر، وما ننساش أي نوع فانيليا باودر أو سايلة المتاح عندنا. الكيك هنا بتاعنا ما فيهوش بيض نهائي، يبقى أنا محتاجة دلوقتي الدقيق، كوباية ونص من الدقيق. ننخلهم كده بالطريقة دي، وناخد بالنا كويس ان هي كوباية واحدة اللي هعاير بيها المكونات الجافة والمكونات السائلة. هحتاج كمان مع الدقيق معلقة ونص صغيرين مليانة من البيكنج باودر، ورشة الملح بتاعتي، وهقلب كل حاجة مع بعض كويس قوي لحد ما يبقى عندي تكتلات كده، يعني القوام يتكتل معايا كده. هبتدي بقى انزل بالحليب تدريجي لحد ما افك القوام معايا شوية بشوية، مش هياخد في ايدي وقت خالص ولا مجهود. وهي كوباية الحليب مظبوطة جدا، يعني ما نزودش، لان هو ده القوام اللي انا محتاجاه، بيكون تقيل شوية، اتقل من قوام الكيك العادي. هسيب الخليط عندي على جنب، والفواكه بتاعتي لما ارجع لها هلاقيها فقدت كده سوائل، ده مظبوط جدا بسبب السكر اللي احنا ضفناه طبعا. هوزع بقى خليط الكيك عندي كده شوية بشوية لحد ما يكون متساوي بالطريقة دي، وبعدين اختياري جدا رشة مكسرات، سواء لوز مقشر او فستق حسب المتاح عندي، مش متاح عادي خالص، هي اضافه للنكهه فقط. نيجي لطريقه التسويه، فرن متسخن مسبقا على درجه حراره 180 لحد ما تعلى كده ووشها يحمر كويس جدا. ولو وشها ما احمرش معانا في التسويه وحسيت خلاص انها كانت استوت، هشغل الشوايه شويه اديها لون وقرمشه من الوش. واحكولي على جمال المنظر في التقديم. من المتعارف عليها انها بتتقدم سخنة وعليها بولة ايس كريم ساقعة. طريقة التقديم دي ليها احلى طعم ممكن تتخيلوه، وهي باردة كمان ومن غير ايس كريم تجنن. وشوفوا معايا الهشاشة والذوبان وتناغم الأطعم مع بعض. اعملوها بالليل في السهرة كده لو عايزين تاكلوا حاجة حلوة، او لضيوفكم وحبايبكم. انا كده خلصت كيكة الفواكه بتاعتي النهاردة خلاص، متأكدة من سهولتها وبساطتها وحلاوتها وقد ايه فتحت نفسكم عليها. هتقوموا تجربوا، وما تنسونيش من دعوة حلوة من قلبكم لو استفدتم مني. ألف هنا وعافية على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع ألف سلامة.